عاود لي هاد الاخ هذا تيقول واحد النهار هما جالسين في لا بيرمانونس ديال لابيجي، في المكتب لابيجي، ربي ماشي ديموما، جالس في البيرو ديالو في لابيجي. تيجي عنده واحد البوليسي ومعاه واحد الراجل كبير في العمر، عنده تقريبا واحد 55 عام ولا 60 عام كما قال. ودخل عندهم قال لي ودي انا مشيت للدائره ودرت واحد الشكايه وصيفطوني هنا الشرطه القضائيه، قالوا لي دي تصويره ودي الحاله المدنيه وسير عند البوليس. وجبت التصويره وحاله مدنيه وجيت عندكم. هاد التصويره هذه ديال مراتي، وهاد الحاله المدنيه راه مذكور فيها العمر ديال مراتي والهويه ديالها كامله. قال لي عاود شنو عندك؟ قال لي يا سيدي مراتي اختها مات ليها راجلها وهي بعيده منا، عطاه المنطقه فين كاينه بعيده بواحد 50 او 60 كيلومتر. انا مراتي قالت لي من بعد ما مات راجل اختها دوزو 40 يوم، هاد نهار الخميس يا ربي نهار الاثنين، قال لي الاثنين اللي فات ذاك الاسبوع، قال كان اثنين، قال لي نهار الاثنين قالت لي انا غنمشي للخدمه وهي قالت لي انا غنمشي عند اختي راه عندها 40 ديال راجلها. قلت لها واخا، قالت لي انا ما غنمشي حتى العشيه، انا غنوجد لها شي حاجه نديها لها، غنوجد لها شي زيتون، غنوجد لها شي حلوى ديها معاها، لان ال 40 غيكونوا فيها الناس، اختها ما فحالها شي بغات تعاونها. قال لي شرات ليها بزاف داكشي اللي خصها وبقات تخدم فيه في الدار. انا مزوج وعندي 3 الوليدات، خليت مرتي تخدم، مشيت انا تنبيع ونشري، وعيطت لي مع الخمسه قالت لي انا موجوده اجي ديني المركوب. تيقول مرتي ديتها الطاكسيات وركبتها في واحد الطاكسي وطلبت مول الطاكسي باش ما يزعمها حد، خلصت عليها 2 بلايص، كانت جلستها قدامه لان الطاكسيات تعرفوا الطاكسيات الكبار تركبوا 4 اللور و3 القدام بالشيفور، اذا الشيفور قدام مع 2 الناس، هو قال لا تجلس بوحدها، تخلص بلاصه باش مراتو تجلس مرتاحه وتجلس بوحدها. قال لهم مشات وما جاتش 4 ايام هذه ما جاتش شي. تيقول اختو اتصلت بها، اختها اللي مات لها الراجل اتصلت به، قالت لي اختي راه ما جاتش فينا هي، واش ما صيفطتيهاش؟ قال لي لا صيفطتها. قالت لي تنتصل بها بالتليفون، واحد الوقت قالت لي سمعتها، قالت لي الو غير قالت الو قطعت عليا. راجلها قال لها تنتصل بها راه ما تجاوبنيش. قال البوليس سيدي دابا انا مرتي ما عرفتها شي فين مشات. قالوا لي البوليس ودي واش الرقم الطاكسي عقلتي عليه؟ قال لهم لا سيدي ما عقلتش عليه. قال لي منين ركبتيها؟ قال لي من المحطه. قال لي غنمشي معاك للمحطه. مشاو معاه للمحطه، ماشي من غريب الصدف، من سوء الصدف ان المحطه في ذاك الساعه كانوا فيها شي 3 الطاكسيات ذاك الوقيته فاش ركبت ديك المراه. وداك الكورتي ما عقلش على مراه ركبت بوحدها تخلص من هنا. قال لهم انا ودي ما عقلتش، من كانوا الطاكسيات قلال تمشي نجلس في حالتي هي في واحد القهوه، ومن الطاكسيات تخلصوا ريوسهم. شي واحد تما في البحث شاف المراه ركبت، عرف الطاكسي شكون، ما عرفو شي، حتى واحد ما عرف. البوليس ديال الدائره داروا لي محضر البحث في اعداد العائله. البحث ديال الشرطه القضائيه خداو باش يديروا تيفيزيون اللي تنسميوها حنايا تدييع، اي ان ديك التصويره ديالها غادي نشروها بان البحث عن المتغيب، يبحث على مراته. داروا مع هذا الاجراء وعاود داروا المحضر وقال لي سير اخويا الا كاين شي جديد اجي عندنا. داز 2 المراه ما بانش، داز 3 المراه ما بانش، داز 4 المراه ما بانش، داز الخميس، اي 4 ايام. 4 ايام تيقول لي العميد جاو البوليس ديال الهيئه الحضريه جايبين واحد المراه في وجهها، مراه ديال الدار كما تيقولوا، مراه محترمه، ولكن في واحد الحاله ما يؤس منها، مضروبه في وجهها، مقطعين لها حوايجها، هزه واحد الصاك ديالها فيه غير شي تخربيق ديالها، فيه الكارني ديالها، ما فيهش بورطابل. لقاوها في الشارع، خرجت في الشارع تتغوت وسخفت وطاحت، نزلت واحد خينا مع الطاكسي وطاحت في الشارع، ومول الطاكسي زاد حالته مع الطريق، تيقولوا طاكسي كبير شي رقم ما خدا حتى واحد، تتقول نزلت من الطاكسي وطاحت، وهزوها وجابوها. لما
جابوها الدائرة رئيس الدائرة قال لا يستبعد هذه المرأة المعنية بالأمر حالة على السلطة القضائية. جات المرأة جابوها السلطة القضائية عند العميد اللي ذكرت لكم رئيس السلطة القضائية دخلها. تتقول المرأة وهي حالة تتقول أنا كنت مخطوفة، أنا خطفني واحد وكنت مخطوفة. العميد كما تيقول شاف الحالة ديالها مزرية مضروبة في عينيها، عندها الدم لاصق في فمها، حتى حالة قال بون نديوها للمستشفى أولا، حيت لا يمكن باش واحد يكون في ديك الحالة ويدير ليه محضر. وهنا تنقول ضباط السلطة القضائية دارك أو أمن أو شرطي كما كان في الدائرة أو في السلامات العامة، الواحد اللي يكون في واحد حالة سكر أو في واحد الحالة غالب عليه مخدر أو بيتعرض للعنف والعنف ظاهر عليه وباقي الحالة بحال التدبوس جديدة، العنف باقي فيه، ماشي نشد أنا واحد فمو فيه الدم ونضرب في عينيه ونضرب في هذا وتيترعد هكا ونقول لي نتصنت لك ندير لك محضر. لا، أنا ما عرفتش اش غيقول وغيبقى غيخربق مسكين وغيقول هادي ونسى هادي. أولا نطمئنو ديك الساعة ونعيط سيارة الإسعاف ونصاحبو ونمشي معاه المستشفى ونعرضو على الطبيب في المستعجلات، وفي المستعجلات الطبيب غادي أولا تاخذ معاه تدابير طبية المؤمن بها وغادي يداويه وغادي يقول لك انت كضابط واش يمشي او يبقى تحت مراقبه طبيه. اذا كان غيبقى تحت المراقبه الطبيه يبقى عليه شرطي معاه تما، لان ربما هذوك اللي ضربوه غيوصلوا عليه باش يقضيو عليه يقتلوه، وقعوا هذه المشاكل هذه بزاف. يبقى تحت المراقبه الطبيه ويتم الاتصال بالعائله ديالو تجي عنده لأن المكان عاد ما نكون مؤهل باش يقول لي كلامه وبعدا ترخيص من الطبيب يقول لك ديوه سيدي وتصنتوا ليه، تصنتوا ليه ديك الساعه جيبوه وتصنتي دير لنا المحضر ديالو. وتنعاود نقول حاجه اخرى، الاخوان ديال الزملاء ديال الشرطه او دارك من نمشي عند واحد حادثه سير ولا مضروب ولا كذا وداو لي زيرجونس وداو المستعجلات وتلقى هنا في المستعجلات ما تاخذش من عنده محضر وما يسنيش لك حتى يقول لك الطبيب خذ من عنده محضر، الا اذا كان شي حال سيحتضر وبغيت تخطف منه شي كلمه قول لي شكون، قول لي غير السميه، شكون اللي ضربك، شكون هما، خذ منه ما تاخذ قبل ما يموت. ولكن هذاك الاخذ ناخذه غير انايا، ماشي نديرو في محضر انه هو راه تيهضر معك هو في واحد الحاله، ماشي تقول لي سنينه، خذ منه معلومات. ولكن ما ديك الشيء تبقى دير المحضر وهو ما قادش يعطيك محضر والطبيب ما رخصلكش، لان خاصك تقول الطبيب اللي هو مشرف على داك المريض او عندك الضحيه تقول له واش يمكننا نتصنتوا ليه، زعما يقد يجاوبنا مزيان. الا قال لك ايه قول لي واخا وتصنت ليه في محضر ولو بستيلو، تصنت ليه بستيلو بلا ما تقول البيسي ولا كذا، بستيلو وستيلو احسن وستيلو قانوني، ستيلو قانوني على البيسي ولا كذا شنو لكم في ريوسكم، ستيلو يتكتب به. وحاجه اللي مهمه لما انني نصنت ليه بستيلو ديالو ويمضي لي بستيلو ديالو نقول الطبيب، نقول لك سميه الطبيب، نقول بانه لما مشينا وصلنا عليه المستعجلات قوبلنا من طرف الدكتور فلان اللي هو عرفنا على المريض اللي وجدناه على سرير وفي حاله ما كذا وكذا، وبعد استشاره الطبيب المذكور اي فلان الدكتور قال لي ابراهيم ولا شي حاجه، هذا سمح لي بان ادون كلامه في محضر قانوني نديرو. ولكن بعض المرات بعض الاطباء الله يكثر خيرهم اللي تنقول لها الطبيب واش يمكن لي دير لي شي هذا المحضر ديال السيد اي المصرح الطبيب وديك المستعجلات المعني بالامر، وإلا بغى الطبيب حقو تيسنيك سنيت كان باش عطيتك، ما بغاش كي كان بعض الاطباء تعرفوا القانون تقول انا رخص لك باش تصنت هذوك الحالات الكبيره لي زافير كبار، لانه حتى حنا الا كان شي حاله مثلا دينا للطبيب شي واحد لي زيرجونس وكان شي حاله خطيره كذا الطبيب نقدروا نصنتوا ليه، يقول لنا كشهيد، يقول لك جابوه ليا وجابوه في واحد الحاله وكان عنده كذا وشفت عنده كذا ودخلوا واحد جوج ودخل واحد فيهم وقال ليه وطاطا كشهيد ما وقع في المستعجلات في القسم الذي يشرف عليه، هذا الحق ناخذ منه شي محضر اذا كان باغيين ذاك المحضر محتاجين ليه. هذه تنقول الساده الاطباء باش دي فوا تيكونوا شهود في واحد النازله واللي راه ما غاديش يبقاو يطلعوا يهبطوا للمحكمه، ولكن المحضر ديالهم راه تيكون مهم كما المحضر ديال الاطباء ديال التشريح اللي هما المحضر ديالهم في التشريح الطبي تيكون مهم من الدرجه الاولى. على اي
داو هذيك السيده قدموا لها الاسعافات الاوليه. طيب قال لي ما تبقى تحط ملاحظات طبيه حتى الصباح. بقات السيده تحط ملاحظات طبيه حتى الصباح. غدا جاو تصنتوا ليها تقول. جا راجلها لعين المكان وداكشي شافوها. تقول السيده تقول سيدي انا اختي مات لها راجلها وعندها ال40 واختي ما فحالها شيء، وانا شويه احسن منها من الناحيه الماديه وتنساعدها، وعيطت لي اختي قالت لي عندك نسيد ال40 وديت داكشي اللي خاص وديت واحد جوج كارطونات كبار ما عمر فيهم كاع اللي غيخصني عند اختي، وقلت لراجلي يلا وصلني لان كانت الخمسة د العشيه الخمسة ونص والمسافه ماشي بعيده تقريبا واحد 50 كيلومتر. قالت لي تيمشيو الناس وتيجيو، وداني راجلي المحطه وركبني مع طاكسي وخلص مول الطاكسي وعطاني مول الطاكسي خلص ديال القدام جوج بلايص جلست بوحدي ومشى بينا الطاكسي. تتقول سيدي في الطريق هبطوا دوك الناس بقاو تيهبطوا بالتسلسل، ان الناس اللي كانوا 4 راكبين اللور هبطوا واحد جوج، من بعد زاد واحد المسافه هبطوا جوج اخرين، لان ديك الطريق غدا وسط غدا في طريق ثلاثيه، غدا وسط الدواوير وكذا كذا ماشي طريق رئيسيه ثلاثيه. في الاخر قلت لك بقيت انا وياه، بقى معايا غادي واحد الوقت دار واحد الدوره ودخل في واحد الطريق غير معبده ما نصاباش مزيان، كاين هناك الشجار كاين هنا. قلت له ودي فين غادي بيا؟ قال لي ولي الله يرحم والديك طلبني قال الله يرحم والديك انا لابد ما نهز واحد الباتري ديال السياره وانا شي حاجه ان الباتري غيدير ليا في الطريق، حنا ساكن غير هنا الله يكثر خيرك. تتقول السيد بقى غادي بيا في ديك الطريق المعبده غير خلا وغادي بيا بواحد الجهد، وكان تما تلقى دار هنا دار هنا دار هنا دار هنا، او تنقولوا براكه هنا براكه هنا براكه ليه غير ديور ديال العروبيه. في الاخر ملي تنقول فين غادي اشرف لان شتو مشى اكثر من 5 كيلومتر، تقول له مالك تتري عادي مالك خايفه ومالك رحنا بوليداتنا ورحنا كذا ورحنا كذا وتيثبت فيها راه غدير فينا غير خير. تتقول مشى بيا حتى دخلني لواحد جا في واحد دار منعزله، دخل وخرج وقال لها هبطي تسلمي على مدام. قلت لها ودي يلاه نمشي والله يكثر خيرك خصني نمشي انايا. قال لي غير مدام مريضه وما تنوضش، وقالت لي شكون ديك السيده اللي معك وتعرفي العيالات دابا تيدخل بشويه الشك عارفه كاين معها سلمي عليها. قالت لي واخا. هبطت السيده دخلت، هي دخلت هو سد الباب تسالوت قال لها جلسي. لقات الدار خاليه ما لقات تما لا مرا لا حتى شي حد. قال لها جلسي. قالت لها علاش غنجلس؟ قال لها جلسي. تتقول حسب التصريح ديال العميد كيفاش شرح ليا كيفاش شرحتهما مع الدخله بدا بها العنف. قال لها جلسي ولا غنخلي ضربوك، الا ما تبعتيش كلامي قال لها ما تخرجيش حيه من هنايا، والله ما تخرجي حيه بالله تخرجي ميته. تيقول دفعها عنفها وطيحها. المراه قال لها كاع ما تدير تبقاي تغوتي غوتي ولا كذا ما تغوتي راكي شتي لك دخل عندنا هنايا ندفنك هنا. مول الطاكسي يقول للمراه هاد الهضره هادي. مول الطاكسي اللي هو رجل ثقه واللي عنده رخصه الثقه رخصه ديال الثقه، اي اننا تنعطيو لمول الطاكسي البيرمي. اولا تيكون عنده البيرمي ديالو ديال السياقه، رخصه السياقه العاديه اللي عند المواطنين كاملين عنده، وتتكون عنده رخصه ثانيه هي رخصه ديال الثقه تنعطيوه الثقه تنديرو فيه الثقه. هذا الراجل دخل هاد السيده وسد عليها بقى معها تما، خدا لها التليفون شافها بانها قالت انا بغيت نعيط لاختي يلا اختي قالت لي شكون هو خطف لها التليفون. اذا الراجل تيقول بانه راجلها تيقول بان عيط لاختها قالت لها راه بغات تهضر معايا والتليفون تقطع. اذا حنا بان لينا كيفاش تقطع التليفون لانه خدا لها التليفون. جبت هو التليفون ديالو وعيط لواحد خينا قال لها جي عندي. تتقول دخل واحد خينا صحيح شويه بهل شتو تيحكم فيه ما لابس مزيان، خفت منه وقف عنقو جرو ليه وعطاه شي حاجه ومشى. قالت لي الله يرحم والديك خلينا نمشيو بحالنا. قال والله تنقتلك وما سكتي غطيبين العشاء. قالت لي كيفاش؟ قال لي غطيبين العشاء. وهنا تتقول لما قال لها طيبي العشاء وبقات تتزايد معها في الهضره وهو يضربها، ضربها واحد الضربه كبيره
على عينيها. المرأة طاحت ومداخت تتقول وقفت وتقول لها اش قلتي؟ وجبد واحد الجنويه قال لها اش قلتي؟ طيب قالت لي نطيب لك العشاء ما عندها ما دير. حيدي جلابتك، حيدي جلابتها السيده، حط لها شي خضره وحط لها شي تخربيق عنده تما وداك الشيء وقال لها طيبي العشاء. ها البوطه جاب لها بوطه صغيره وجلس. هذاك صاحبو اللي مشى غاب تتقول هي الصلحات ديالها واحد الساعه وجا ودخل وحط ليه واحد الصاك كاس فيه الشراب. جلس هو وياه وشعلوا واحد التلفزيون ديال الباتري كيما تتقول وبقاو تتفرجوا في التلفزيون وتيكميو الكيف والسيده تتصاوب في الخضره. هو تا ولا ما نكلاش تخافي، غدا نديك فحالك وغدا تمشي بحالاتك، غدا احسن لك ما تموتي اليوم هنايا، اللهم غدا قصري معنا اليوم. بقى تيشرب هو وصاحبو لان داك صاحبو جاب ليه الشراب، تيشرب هو وياه والمراه تطيب لهم داك الهم ديك الماكله اللي غياكلوا. ومره تينوض هو سكران وتيعيط عليها وتيخرجها من داك البيت بيت اخر وتيمس فيها وتيقصفها وكذا وكذا وكذا. داكشي اللي كان تيدير كله كان بزمنها وتحت التهديد وبالعنف وتيرد لداك البيت عند صاحبو. تتقول ديك السيده هذاك صاحبو تيحاول هو يتجنب ما يعنفاش بحضور داك صاحبو. هذاك صاحبو من تبغي تهضر تغوت تقول سكتي ما يسمعكش، هذا ما يسمعكش. اي ان داك صاحبو ما خصوش يعرفوا بانه رجل مرا صحاب، لانه قال لي هادي راه صاحبتي وتتبغيني وكذا 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 وخليها ديالي وجات عندي وكذا وطاطا 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 وطاطا. الاخر ما تيهموش هذاك البهل، يلاه طيبوا العشاء حطوه كلا هي وياه تاكلها والله تاكلي ما تاكليش، هي تدير لهم خاطرهم مضروبه في فمها مضروبه في عينيها والمراه تما جالسه. الاخر تيسكر وصاحبو تيسكر معاه تيقول لها غادي نتكرفس عليك ونطلق عليك هاد صاحبي اللي ما سكتيش دبر راسك. المراه بقات على هذا الحال 4 أيام تتقول بانه 2 و 3 بقى مع هذاك صاحبو، في الليل ما باتش معاه مشى في حالته بقى غير هو وياها. تيقول ما عاودش جا ما بين 2 و 3 ما عاودش جا. تتقول دوز عليها 2 و 3 و 4 والخميس جا داك صاحبو مع الصباح دق ودخل عاوتاني من جديد هذاك صاحبو. تتقول خرج من جديد بقى تيهضر هو وياه داك الشيء هذا ما هذا. هاد 4 أيام اللي مع ديك المراه في ديك الدار وداير داك صاحبو تيتسخر ليه الشرابات ديك اليومين، وهو اللي جاب ليه الخضره جاب ليه الخبز جاب ليه التخربيق اللي خصو تيبغي شي حاجه وتيسكر معاه ويومين هو معاه. والمراه دوزت معاهم 4 أيام. اذا كيفاش دوزت المراه هاد 4 أيام؟ امراه الرجل مع مجرم وصاحبوه، ولا اقول مجرمين غنخليو الاخر في البراءه ديالو لحد الساعه، لانه تيقول في التصريح ديالو ما عاقش به بانه راه جاي مرا بالعنف وراه جاي مرا بالقوه حسب التصريح ديالو. بقات مع 4 أيام. المراه مع 4 أيام شنو دار لهاد المراه في هاد 4 أيام؟ كيفاش تكرفس على هاد المراه، كيفاش عنفها، كيفاش ضربها، كيفاش هاد الشيء غتزيدوه من ريوسكم، زيدوا من ريوسكم. ما كاينلاش نبقاو نعاودوا، راه كاين دراري صغار تيتصنتوا كاين. اذا اللي شق ليه دارو، ولكن داك الشيء اثر على المراه في صحتها واثر معها في حوايجها اللي تقطعوا ليها. هو كان تيقطع ليها حوايجها لما تترفض تستجيب الرغبه ديالو باش تحيد شي حاجه، كان تيقطع هو ما تيرحمش تيقول، كان تيضربها. المراه حسب الهضره ديال الطبيب شهاده طبيه تيقول فيها الضرب في ظهرها، فيها العض، فيها كذا، فيها جرح، فيها كذا، اي انه تكرفس عليها بالمعقول وعنفها بالمعقول. المراه تقول في النهار الخميس، تقول نهار الخميس جا داك صاحبو في الصباح هضر هو وياه قال لها هزي ساكك وتبعيني. تقول هزت ساكها وتبعاتو وركبات معاهم في الطوموبيل. ركب صاحبو القدام وركبت هي اللور. تيقولوا بقاو غاديين هو وياه تيدوزو غير من الطرقان غير الرئيسيه، اي غير من الطرقان الثلاثيه، غير تيدوروا حتى قربها للمدينه ديالها، اللي انتقلت منها.
هو جا لواحد الحي خاوي من المره، هو يحل الباب اللور وجبدها ورماها برا وسط الطاكسي ومشاو. هذيك المحل فين رماها تما ملي كانوا دايزين الشرطه الناس عيطوا لهم جاو هزوها وداوها الشرطه القضائيه بعد ما تبين بانها هي المراه المبحوث عليها من طرف الناس ديال الدائره. تتقول المراه هذا الكلام ديالها هكا، عيطوا على الراجل ديالها، الراجل ديالها شاف حاله ديالها في السبيطار، الراجل ديالها تيقول راجل معقول مسكين غير تيبكي غير تيبكي، تيقول الغلطه ديالي ما مشيتش مع مراتي، الغلطه ديالي ما سافرت حتى العشيه، كانت تسافر في النهار، الغلطه ديالي ما خديتش الرقم ديال الطاكسي النهار الاول اللي داها. وهنا غنرجعوا للحديث ديالنا ديال الجريمه لا تفيد، وهنا غنقولوا للناس هذه افاده. اسمع الراجل اش قال لك اسيدي ما خديتش الرقم ديال الطاكسي، شحال واحد ما تياخذش رقم الطاكسي يصيفط ولادو مع طاكسي ولا مراته ولا بنته ولا كذا وما ياخذش رقم الطاكسي. ما حتى الوقت صيفطها يقول لك صيفطها، نقول لك اخويا نقول لك 10 نقول لك 12 ولا ما كاع اذا كانت غتكون ديك الساعه الوحده ولا 11 ما تعرفوش الوقت، ما تنثبتوش الوقت، ما تنثبتوش الارقام ديال السياره طاكسي ولا غير طاكسي او سياره تعاملت فيها او سياره ضربتني او سياره دارت لي شي حاجه. هذه من جهه ما تردوش بالنا داك الشخص كيفاش داير الهندام ديالو، حتى لو وقع شي حاجه يقول مطوين عنده واحد الضربه هنايا وعنده هذه حتى انا بغيت نسول فيه غير من الاوصاف ديالو غنوصل ليه. بزاف الحوايج ديالنا. ثانيا الناس بزاف ما تاخذوش الوقت ديال السفر، الوقت ديال السفر ما تناخذوش. شحال من مرة تجي عند الناس ضياف وتبقى الهضره هكا تهضر وخليوني نمشي وانت غادا مالك انت باقا غادا وخليوني نمشي العشيه هذه وباقي الحال حتى لا باقا الشمس فين غادا. تلقى شي مرة عندنا هي شي عائله مقصر عندهم وهذا حتى العشيه ما يمكنش الطاكسي، تلقى راسها شاده الطاكسي مع 9 الليل 10 الليل 11 الليل ما عرفت فين غادا، ما عرفت معاهم الغدا. ولي من الوقت تبدلات اسيدي، الوقت تبدلات. كان مول الطاكسي كانوا بكري مالين الطاكسيات، كان مول الطاكسي كما ينبغي ان يكون. كان بيرو طاكسي، البيرو تنسميوه بيرو طاكسي، البيرو ديال الطاكسيات ديال الشرطه، داك البيرو طاكسي تيمشيو الطاكسيات تبوانتيو فيه، كان تيشوف الطاكسي واش مغسول، واش السيد اللي فيه هو نقي، عندهم يقول لي عندك تكميوس الطوموبيل، عندك دير شي موسيقى كذا، من بعد ولا داك بيرو طاكسي ما عرفناش ديال انه كاع. انا شفتهم حيدوه في قنيطره، يمكن تنتمنى يكون حيدوه في كل شيء. هذاك بيرو طاكسي اش لا صالح، انت تشوف الطاكسي موسخ دايز، طاكسي معوج مضروب دايز، واش ما داش شي بوانتاج؟ ما بوانتاوش. ومتى شو شي مول الطاكسي حالته حاله هذيك عاطيه منه واش ما داش البوانتاج. علاش غندير البوانتاج؟ ندير البوانتاج زعما راه حاضر وخدام. ايوا راه حنا جايين 2025 و 2030 حنا الطاكسيات ديالنا نولدوا طاكسيات اخرين، لان مالين الطاكسيات تعرفهم انا مالين الطاكسيات لا في قنيطره الرباط لا الدار البيضاء تيشكاو ليا من الطاكسيات اخرين، مالين الطاكسيات قدام راجل كبار وعقلهم عندهم وليداتهم تيقولوا ودي اش بقى من الطاكسيات البراش اللي ولاو دابا غادي يصاد الكارو وتيكساك بالناس، غادي دير الموسيقى يهز لك بنت الناس بنت العراض وبنت حيه يقول لها اعطيني البورطابل ديالك لا بغيتيني عيطي عليا. تحروش زاده في الاثمان. كاين اللي عندهم الكونتور ما مخدمينوش ما بقاش كونتور تيخدم ماشي شغلو. حنا نقولوا مثلا كاع هز مثلا هز بلاصه بقى غادي وجوج بلايص اخرين ولا كذا اي الله يحسن العوان. ولكن اخويا خص يكون الكونتور باش نفرق عليهم في الجبتلات اش كل واحد يجي. خص يكون مول الطاكسي نقي. انا كنت لكم في دبي وماشي حيت هما الامارات كاتبين واحد اللوحه قدام الزبون هاد سيدي لكمه الا دار موسيقى ما مزياناش، الا شفتي الطاكسي مسخ، الا كذا كذا علم به، عيط لهذا الرقم هذا وما تخلصوش تقول لي فيك وفيك وفيك وعلمت بك، وراه غاجي الشرطه غتلقاهم غيتلقاو ليه وعيطوا عليه وغيستدعيو لغد. ايوا شو الطاكسيات في اوروبا كيديرها في كذا تياخذوا احسن السيارات ونقا كيدير الداخل وهذا وهذا. كاين شي وحدين مازال مالين المدينه فيهم الضوء، كاين شي وحدين في العربيه الطاكسي مدقدق ومهرس والباب عوج، وكاين تيركب حدا واحد هنا والحاله حاله وطاكسي وتيسميوه طاكسي. اذا بدا البحث السيده اللي عطاتهم هاد السيد هذا والاوصاف ديالو وكذا وكذا. ولكن تتقول واحد الكلمه اللي دارتها مزيانه، قالت لي انا من رميت عيني من هبطوني رميت عيني في الطاكسي في النمره ديال الباب ديال لاكريمه تنشوف 3 الارقام شابهين. حنا ما نقولوش لكم الارقام دابا، انا واخا قال لي الشريف ما نقولش الارقام هذا، ولكن نشرح لكم الارقام كيفاش. بحال مثلا 333 333 او 111 او 222
او 444. اي قالت لهم 3 الارقام متابعين كيف وقالت لهم اشنو هو الرقم. مثلا قالت لهم 444. البوليس هنا سال عليهم الامر من لقاو داك الرقم اللي عطاتهم السيده، خطفات الرقم بعينيها ديال لاكريمه الطاكسي في الباب ديالو تيكون واحد الرقم هذاك ديال لاكريمه. الا كتب لك الله شي مشكل معاه الطاكسي يقدر على هذاك الرقم بعدا غير هذاك الرقم. تبغي تركب بنتك مع شي واحد وتكون ليل ولا تكون شي حاجه ولا شي طاكسيات تيخرجوا للمدينه بزاف، رمي عينيك تما، رمي عينيك داك الرقم راه ساهل، ماشي بحال الرقم اللي في البلايك قدام اللور تيكون شويه كومبليكي. هما اعتمدوا على داك الرقم هذاك ومشاو البيرو ديال الطاكسيات وقال لهم ديال هذا الرقم العنوان ديالو هو السي فلان. مشاو عند الطاكسي، خرج واحد الشيباني قال لهم ودي الطاكسي ديالي، ولكن عطيت ولدي تيخدم فيه. فين هو الطاكسي؟ عيط لولدك. فين ولدك؟ عيط ليه. تيتسناو جا ولدهم، هزوا الدري داو الطاكسي، جاو عند المراه قال لها هذا هو؟ لا سيدي خرجي شوفي الطاكسي، هذا هو الطاكسي، هذا هو سيدي. قال الاخر هاد الطاكسي تسوق انت؟ قال لي تنسوقو لكن تنعطيه واحد الصديق ديالي مرة تيتسمعش. الصديق ديالك؟ سميت هاد الصديق ديالك؟ قال لهم سميتو فلان. فين ساكن؟ ساكن في البادية. تعرف فين ساكن؟ قال لهم تعيط عليه؟ قال لي عيط عليه. قال لي عيط عليه ما تقول لي راه بولاس ولا عيط عليه، قول لي جيت شد الطاكسي انا عيان كذا كذا. قال لي واخا. هو يعيط عليه ودار معاه واحد الموعد، الاخر هو يجي عنده. هنا غنقول لكم واحد النكته واحد المخرج. دابا مثلا نشدو شي شفار، والشفار الا كان حريمي الا كان مطور خاص البوليس يردو معاهم البال هاد القضيه هادي. تقول لي عيط على صاحبك مثلا المجرم اللي كان معاه، الا هو ما بغاش يعيط عليه في التليفون او بغى يعلمو بواحد الطريقه جهنميه. اش تيقول ليه؟ تقول له هاك التليفون عيط ليه، قول لي انت نستناك في القهوه صافي. قهوه فين تجلسوا؟ تقول لي واخا نعيط عليه الشاف. هو ما بغاش يجيب صاحبه، خاف يتوقع ليه تكوين عصابه اجراميه. تعيط يقول الو فلان بخير، اجي عندي انت نستناك في الشوايه اللي تنتغداو فيها. عرف الاخر ما غيجيش، عندهم الشوايه يعيق، رانا عند البوليس ولا عند الجدرميه. تيقول لي راه عند الشوايه، تقول لي شوف اخويا اجي انا عند شوف شتي الشوايه اللي تنتغداو فيها وانا جالس فيها. اخو تعرف الشوايه هو البوليس، واخا تمشيو تسناو في الشوايه تقول اخويا لا تنتغداو، اخر ما غيجيش. هذا لا ما دارش داكشي، دار مع صاحبو. جا صاحبو عرفوه البوليس بالاوصاف اللي عطات المراه وما يلقاو عليه القبض وما يديوها للمراه. قال له هذا؟ قالت لهم هو هذا سيدي. المراه قال لها بون مشي معنا. هزو المراه كما تيقول داو في الطومبي ديال العميد، هزوها في الطومبي ديال البوليس، شدو الطريق قالوا ورينا دارك، لان المراه تقول عنده براكه هنا، عنده بيت هنا، عنده كذا، عنده هذا. مشاو تاكدوا، مشاو فعلا لقاو داكشي، لقاو حتى الكريطينات اللي هزت المراه دارت فيهم دوك المواد اللي غادير اختها، ديك المكله وحليوات وكذا، حطوه عنده في واحد القنت. قالوا لي البوليس هاد الكراط ديالها، قال ديالها شنو بقى ما يكذب، عنده ما يكذب. شكون اللي كان معاه؟ قال لهم واحد السيد فينا هو راه ساكن ديك البراكه ديال الصخريه. مشاو شدوا دخلنا جابوه المراه، قالت لهم هذا هو اللي كان معاه. جابوهم بجوج. مالك مع المراه؟ راه بعدا البيرمي السياقه ديالك هو، راه البيرمي الثقه ما عنديش، ما عندوش البيرمي باش يسوق طاكسي. وما اكثرهم انا تنقولها شحال من واحد دابا تيدوز واحد الطاكسي في المدينه الكبيره، مدينه كبيره بحال كازا ولا مراكش ولا فاس، هو ما عندوش بيرمي ديال الثقه. حق راه دافعوا عطينا الروسي باقي ما شديتوش وخدام تيخدم. بيرمي ديال الثقه، بيرمي ديك الثقه مهم وكان مول الطاكسي. تنقولوا داك بيرمي هذاك رخصه سياقه الثقه، داير فيك الثقه نعطيوك ولادنا، داير فيك الثقه تساعدنا، داير فيك الثقه تخدمنا. هذاك علاش هو البيرمي ديال الثقه. وهذاك الراجل ما تعطوه داك البيرمي تيدوز في البحث في البلديه ودوز في العماله ودوز عند البوليس حسب السيره ديالو وكذا وكذا. ماشي بحال شي وحدين داز من الهيه هاك باك صاحبي او شي واحد تيعطوه البيرمي الثقه وما عرف حتى المدينه. وما اكثرهم. شحال واحد دابا تتركب معاه في شي مدينه تقول ليه ديني بلاصه فلانيه، تقول فين؟ تقول ليه اداره ديال كذا، قول لي شي زيد على شي حاجه حداهاش. كانوا والله اللي عندهم دابا بيرمي الثقه والله ما عارفين يديك بالله.
انا كنت شي ايام فاش كنت في البوليس كنت نركب مع شي مول الطاكسيات تعرفوا غا من البلاد وضرب على بيرمي تنقول دير مدرسه الرقص. مدرسه الرقص عرفوا حنا الناس قدام ديال المدينه ما تعرفوهاش هما. تنقول شي حومه باسمها القديم ما تعرفهاش والاسم الجديد ما يعرفهاش. للاسف للاسف للاسف. وتنحيي الناس ديال الطاكسيات لانهم صحابي وتنحيهم لانهم تيبغيوني وفي كل مدينه تمشي تيفتخروا بيا وتنحيهم تيقولوا قول هادشي السي الخراز قول لا شي وحدين اللي تياخذوا البيرمي ديال كونفيونس ما عارفينش المدينه ما عارفين فين يديو الناس قول دوك اللي تيركب لواحد ورا البلاصه فين بغا مسكين غير يحدا تما وتيدوروا عليه غادي يحطوا قول اللي غادي يتكويو قول هذوك يتحرشوا بالنساء في الطاكسي قول على الطاكسي المسخ قول هادو الناس مال الطاكسيات الوطنيه اللي تيقول هذا الشيء. شدوه جابوه لقاو داك الخينا ما عندوش بيرمي ديال الثقه الاخر تيعطيه باه تيعطيه طاكسي واحد بيرمي تيخا تيدوزو صاحبو باش هو يمشي يكمي تعطيه لهذاك المجرم. قدموا مور الطاكسي قدموا ولد مور الطاكسي قدموا المجرم قدموا ذاك البداوي. المراه قالت له هذا ما قاصنيش اسيدي وتنظن ما عرفتنيش بانني كنت واكل راسه مزيره مع القين هذا ما تيسولنيش ما هذا ما قدموا كل شيء المحكمه خلا مع قضيه التحقيق عام وشهر. هذاك مول الطاكسي هذاك بوم طب اي حق انت شاد الطاكسي تعطيه له هذا ما تراقب لا طاكسي لا مولي بوي عطينك لا كريمه عطيه لولدك ولدك عطيه لصاحبه وديال هذا المسلم في البلاد. المعني بالامر مشى تحكم 15 عام ديال السجن 15 عام. من غرائب الصدف انه قال لك العميد واحد المره تلاقى مع رجلها من بعد ذاك الحادث بواحد 4 شهور ولا 5 شهور تلاقى معاه سولو قال لي كي داير كي بقات مدام قال لي مدام باقا عند اختها مدام مرضات مدام تمشي عندها تقول لي انا حرمت عليك تقول له نحلل عليك راه بز منك راه اغتصاب تقول لي لا ما بقاش عندي الوجه نشوف فيك خليني مع اختي. قال دابا تنديو عند الطبيب وحتى تاخذ شي دواء وتنهضروا معاها ما بغاش ترجع ليا للدار باقا عند اختها اللي مات راجلها 4 سنين هذه تا ولادي راه ديتهم معاها تما وتنصرف عليهم تما عند اختها وانا تنجلس هنا بوحدي. شوف راه مصيبه داروا. نتمنى من الله الحلقه تعجبكم.